راديو تسعينات، راديو يتسمع. دلوقتي معكم مع برنامج رمضانك جميل مع هبة أحمد ودكتورة سميرة صلاح. اخترنا برنامجنا في الروقان بعد الفطار، وانتهزنا فرصة أفكار الليل وإن النسيم عليل إننا نفتح معاك مواضيع تخلي رمضانك جميل. طبعا وصلنا لعيد الفطر، ودي آخر حلقات سيزون رمضانك جميل. عيد الفطر يا جماعة من أول أعياد المسلمين اللي بيحتفل بيه المسلمين أول شهر شوال، وبيكون بعد 30 يوم صيام. في حاجات كتيرة قوي مهمة علشان نوصل لعيد الفطر، مش بس ان احنا صمنا، لأ، لازم تطلع زكاة. الزكاة من أهم الحاجات اللي لازم تحصل قبل عيد الفطر. لازم تطلع زكاة ليك ولكل أسرتك، أو لو كنت أب لازم تطلع زكاة كمان لأولادك أو أي شخص أنت مسؤول عنه. طبعا للعيد فرحة، والعيد دايما أكتر ناس بتفرح بيه وأكتر ناس بتحس بفرحته هي الأطفال. العيد كان زمان ليه شكل، وللأسف دلوقتي بقى ليه شكل تاني. قبل ما أقول مميزات العيد، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتم عليكم العيد بالفرحة يا رب. عايزين نقول إن العيد زمان غير العيد دلوقتي. العيد زمان كانوا كل الناس بيحتفلوا في العيد مع بعض. طبعا انتوا لو تفتكروا في الحلقة الأولى اتكلمنا عن السوشيال ميديا. دلوقتي الناس بتعيد على السوشيال ميديا، ما بتعيدش مع أهلها، وإن كل الناس بتطلع تصلي، وفي جزء تاني من الناس بيقعد على الموبايل يعيد مع أصحابه. فين أهلك؟ فين ناسك؟ فين الناس اللي المفروض تعيد معاهم زي زمان؟ فين التلفزيون؟ صفاء بالسعود وهي بتغني العيد فرحة. فين الحاجات الحلوة دي؟ ليه نقصتنا في الأعياد بتاعت دلوقتي؟ زمان غير دلوقتي. زمان كان فرحة وطبلية، دلوقتي سوشيال ولما ميديا حلوة مع أهل طبعاً. وصحاب وجيران. طبعا الصبح كنا نقوم نعيد مع بابا ونبوس ايد بابا وماما، وكل سنة وانتم طيبين. بنعيد على أولادنا، بنعيد على أزواجنا، بنحضر لقمة فطار ناكلها سوا، بنبدأ نشم ريحة الفانيليا والكحك والبسكوت في البيت. ونشكر طبعا ست الحبايب اللي حضرت وتعبت طول شهر رمضان 30 يوم فطار طبعاً. وآخر 10 أيام تنظيف وغسيل، وكمان عمايل الكحك اللي بتخلي للعيد ريحة حلوة. ودلوقتي الناس بتروح تشتري دلوقتي من بره، لكن بالعكس العيد فرحته إن احنا نقعد كلنا على ترابيزة السفرة ونبدأ ننقش الكحك والبسكوت، وتبدأ ماما تعمل لنا الكحك والبسكوت ونشم الريحة الحلوة في البيت. دي أصلا فرحة من غير عيد. ونبدأ نبوس الإيد ويبقى في عيدية، نبدأ نروح المراجيح البسيطة اللي كانت في الشارع. دلوقتي ما عادش فيه، دلوقتي فيه سوشيال ميديا. دلوقتي الناس في الشارع بتقول لبعض كل سنة وانت طيب، ولو افتكرتك يبقى كويس، ولا ايه يا هبة؟ للأسف كلنا رمضان عندنا بينتهي مع آخر يوم، ونبدأ نضيع يوم الوقفة بإننا نقضيه كله في البيوتي سنتر والبيوتي صالون، وننسى خالص إن احنا المفروض نكون بنكمل العبادة، علشان العيد نفسه ليه آداب. ومن آداب العيد تكبيرات العيد والتهنئة على كل الأقارب، والتجمع عند العيلة أو الأهالي أو الأشخاص المقربين لينا، ونرجع ننزل نصلي ونقول تكبيرات العيد. بلاش يا جماعة الدنيا تسرقنا وننسى الأصول اللي المفروض نكملها ونعلم كمان أولادنا عليها، لأن الفكرة إن إحنا قدوة لأولادنا. يعني ابنك لما يكبر يشوفك أنت بتروح تصلي العيد وتاخده من إيده وتروح تصلي بيه، لما هو يكبر هيشوف أهمية الموضوع. لو شافك إنك هتضيع اليوم إنك تروح تسهر وتخرج، ويشوف الأم بس بتنظف البيت، مفهومه عن العيد ومفهومه عن دينه هيتأثر، هيبقى فاهم إن هو ده الصح، لأن إحنا بنبني أجيال. ولا إيه رأي حضرتك يا دكتور سامي؟ والله أنا واحدة من الناس مستنية العيد علشان ألبس الطقم الجديد وأنزل في الشارع وأسلم على الناس وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وأخد العيدية، لأن أنا أول واحدة لازم أخد عيدية سواء كبير ولا صغير، مفيش فرق بين الناس، وأروح أسلم على ماما
واقول لها تاخدي كل سنة العيديه وأنت ولا طيبة. تدي العيديه؟ اخد العيديه الاول وبعد كده ادي العيديه. وبعدين ادي اخد العيديه. يعني قدرني انا هقدرك المفروض. طبعا هاخد العيديه ايا كانت. والله زمان كانت ماما كانت بتحكي لي بتقول لي ان تاخد العيديه 50 قرش كانت بتجيب بيها وبتعمل. لكن دلوقتي لو حتى جنيه من بابا وماما والناس اللي بتعيد عليكي احلى هديه في الدنيا واحلى هديه في الدنيا. كل سنه وكل الناس طيبه. وحضرتك طيبه. وطبعا دي بقت سنه، يعني ده طبعاً. مش اساسيات العيد. هو العيد عمره ما هيبقى عيد من غير العيديه للاطفال، ومن غير لمتنا، ومن غير ما نكون فعلا متسامحين مع نفسنا، ونكون خرجنا من شهر رمضان مرتاحين وعاملين كل اللي علينا ومقدين فروضنا غاسلين ذنوبنا. وغاسلين ذنوبنا. طبعا كل سنه وكل الناس طيبه. كل سنة وانتم طيبين، ونرجع ونقول عيدك جميل ودايما منورين وفرحانين ومعيدين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة يا دكتور سميرة. كل سنه وانت طيبه يا هبه. كل سنه وكل الناس طيبين. نشوفكم على ألف خير في سيزون جديد إن شاء الله.